السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي، ازيكم؟ كل سنة وانتم طيبين وبخير دايما يا رب، وصحة وسعادة. ايه رأيكم في الأكلة الجامدة دي؟ دي اسمها أكلة المستعجلين. يعني تبقي صاحية متأخر كده زي كده وتجري على المطبخ مش عارفة تعملي ايه، فهوبا تسحبي الحلة بتاعتك وتعملي أكلة في حلة واحدة. دي كبسة الفراخ أو كبسة الدجاج زي ما اخواتنا الخليجيين بيقولوا عليها. سهلة سريعة بسيطة، والطعم ولا أحلى من كده. طبعا انا كنت عاملاها في اليوم ده، كنت عامله جنبها سمبوسه، وعملت حبه دقوس كده، وشكرا. مش عايزين اكتر من كده. يلا بينا نشوف هنبتدي ازاي ونعملها ازاي. تعالوا اقول لكم نعملها ازاي. زي ما انتم شايفين المكونات بتاعتي سهله وبسيطه. فرخه كامله مقطعاها ومنضفاها وزي الفل. تمام. وده الرز البسمتي بتاعي. وهنا بصلتين. وهنا التوابل الأساسية اللي هي توابل الكبسة كلها، اللي هي زي ما انتم شايفين ايه، كركم وبهارات مشكلة وورق اللورة والحاجات دي كلها. طبعا احنا هننقع الرز البسمتي الأول واركنه على جنب، عشان لازم انقعه في الأول. تمام. نقعته هنا كده زي ما انتم شايفين كده بالظبط كده، وهسيبه على جنب كده يجهز براحته، بحيث يعني يكون ايه، على بال ما اجي احطه على الفراخ يكون طازه معايا وزي الفل. هنا جبت الكبه بتاعتي وفرمت ايه البصل. تمام. لازم تجهزي الخطوات وتروحي بعد كده بالحل على طول على البوتاجاز، هتلاقي نفسك ايه كله دب دب دب، خلصت الطبخه وبقت زي الفل معاكي. والله طبخه منجزه جدا. وانا في اليوم ده كنت صاحي متاخر فعلا، وصاحيه اجري على المطبخ ومش عارفه اعمل ايه. ولقيت الفرخه قدامي، ما لقيتش حل غير ان انا لازم اعمل الاكله دي السريعه، لانها اسرع حاجه. يعني هي في نص ساعه، ساعه الا ربع بالكتير قوي هتلاقي نفسك خلصتيها، واكله وزي الفل، ويعني تمام التمام، ويفرحوا بيها كمان في البيت كمان، وتغيير كمان من الطبيخ والحاجات دي. هنا فرمت كده البصل بتاعي، وبعد كده نخش على الحله. حله عاديه جدا. انا على فكره عندي حله الضغط، ما حبيتش اعملها في حله الضغط عشان ايه ما اعقدش الامور، اخليها بسيطه قدامكم. في حله عاديه جدا، اي حله تكون عندك. هتحطي فيها حبه زيت، وتروح حاطه الفراخ بتاعتك، وتديها تشويحه الاول، لازم تشويحه الاول. تمام. هنا بدأت أشوح الفراخ كويس وأحمرها. تحمريها طبعا من على الجنبين يمين وشمال لحد ما تاخد اللون معاكي المظبوط. تمام. ده زائد طبعا انت تحط البهارات الصحيحة. في عندنا في الكبسة بهارات صحيحة، وفي عندنا بهارات مطحونة. البهارات الصحيحة تحتوي على الورق اللورة والحبهان والقرفة والقرنفل. تمام. بس انا لسه مستخدمتهاش لحد دلوقتي. انا كده حطيت فلفل اسود، حطيت رشه ملح. تمام. بعد كده اروح مقلبها على الناحيه التانية على طول. تمام. هنا قلبتها خلاص اهو، خدت لون وبدات اقلبها. هنا بدات بقى احط البصل عليها. نزلت بالبصل عليها، وابدا برضه افضل اشوح فيها كويس قوي. تمام. هي اكله ما بتاخدش وقت طويل قوي معاكي، بس والله منجزه وسريعه في الصيام والتعب اللي احنا فيه، واحنا بنبقاش عايزين نقف في المطبخ كتير. فيعني دي من ضمن الوصفات اللي لو انت مستعجله او انت زهقانه من الطبيخ تعرفي يعني تعمليها سهله جدا. تمام. هنا حطيت البهارات الصحيحه والناعمه. خلاص كده. هبدأ كده كله انزل بيه مره واحده. ليه ما نزلتش من الاول؟ هقول لكم ليه ما نزلتش من الاول بالبهارات. لان بصراحه بحب طعمها يبان حلو قوي، فقلت ادي تحمير الفراخ الاول، وبعد كده احط البهارات عشان تفضل ريحه البهارات يعني مفحفحه كده. رغم هي الكبسه طبعا انتوا عارفين بتموت في البهارات، يعني لازم تكتروا من البهارات على قد ما تقدروا، معروفه بكده يعني. تمام. هنا شوحت فيها كويس قوي كده. نفضل نشوح فيها نشوح فيها على قد ما نقدر كده، حلو قوي. وما تستعجلوش عليها، لان لازم حته التشويحه دي شويه. تمام. واكون مجهزه كانت الميه سخنه جنبك، وتظبطيها بعد كده. تمام.
هنا بقى ضفت زي ما انتم شايفين كده فلفل اخضر، قرن فلفل اخضر حامي. طبعا لو مش حابه براحتك خالص، انت حره يعني عادي جدا. هنا حبه طماطم كده معصورين كده. تمام. وتبدأي بعد كده الكاتل يكون فيه ميه مغليه، وتحطي بقى الميه بتاعتك المغليه بقى كده، تديها حبه كده، وتسيبيها على النار بقى ايه، تشتغل مع نفسها حلو قوي. تمام. هنا هنغطي عليها ونسيبهم كده يستوي شويه. هنا بعد ما خلصوا بكبكت اهي زي ما انتم شايفين كده قدامكم. هنا ده خضار مشكل، حابه تحطيه براحتك، مش حابه خلاص. بطاطس بسله انا كنت مفرزناها، والبطاطس دي بطاطسايه واحده بس قطعتها كده مكعبات، وحطيت الخضار ده. حطيت الملح بتاعي، ما كنتش حاطه الملح. تمام كده. وهقلب شويه كويس قوي، لازم تقلبي الملح بقى في الفتره دي وفي اللحظه دي كده. تمام. وهنا بقى تنزلي بالرز بتاعك المغسول المنقوع طبعا، ومغسول وكل حاجه ومتصفي، ونبدأ ننزل بيه. تمام. بس وادي الأكلة يا ستي. خدت وقت مننا؟ لأ، هما الوقت ده مفيش غيره بس اللي أنا عملت فيه. بصوا زي ما انتوا شايفين كده، هي بس تحميرة الفراخ اللي خدت يمكن وقت مني شوية في الأول لحد لما اتحمرت حلو، ولكن بعد كده الأكلة اهي أكلة زي الفل، سهلة بسيطة سريعة، كل حاجة ومنجزة. هنا كملت حطيت مية برضو. بس كده واسيبهم بقى مع نفسه. طبعا بعد ما خلصت نشوفها بالمنظر ده، تحفة تحفة تحفة. والرز مفلفل وفيه خضار، وطبعا القيمة الغذائية عالية، سواء الفراخ مع الخضار مع كله. وهنا نبدأ نحط كده، دبيت الحلة مرة واحدة وحطيت كله في صينية، عشان طبعا سخن مولع، وانا كنت مطلعاه في وقت المغرب خلاص بقى، وكله جعان بقى ومستنيني بينادوا عليا. فانا حطيت بسرعة الحلة، ويعني حطيتها في الصينية، فردتها كلها والاطباق جنبي، بحيث كله إيه بحيث ان الرز يعني يبقى مفلفل كده، ويبقى ايه، يبرد شويه من السخونيه اللي هو فيها. ده شكلها في الاخر، شكلها لذيذ. الفراخ دايبه 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 قوي، والفراخ مع الرز كده حبه دقوس تعمليهم جنبيهم زي الفل. يا رب كده تكون وصفتي عجبتكم. متنسونيش في اللايك والشير. شكرا لكم والسلام.